لو حاسس انك بتشتغل كل يوم، بتحلم، بتحاول، بس النتيجة صفر. إحساس الإحباط بتاع كل سنة جديدة تحط أهداف وتكون متحمس وتقول دي السنة اللي هتغير حياتي وهعمل، بس النتيجة آخر السنة ولا حاجة. رغم المجهود الجبار اللي انت عملته، أحلامك لسه متحققتش وبتعيد وبتزيد فيها كل سنة. إحساس الإحباط ده طبيعي، لكن في سبب خفي ورا كل ده. قبل ما أقولك الحل النهائي، خليني أقولك ليه ده بيحصل أصلا. المشكلة مش في حلمك ولا في قدراتك ولا في إمكانياتك، المشكلة في الطريقة. ممكن تكون مش عندك خطة واضحة، بتخاف من الفشل، وفي الأغلب ممكن يكون مجهودك متقطع مش مستمر. خلينا متفقين إن أكيد هيقابلك عقبات، وعلشان تتغلب عليها لازم تكون عارفها. أهمهم الفشل، التأجيل، التعب والملل. لكن حل العقبات دي إن أنت تقسم حلمك لأهداف صغيرة. ركز على استمراريتك، حتى لو خطوة صغيرة هتفرق جدا معاك. لو حاسس إنك محتاج خطة واضحة تساعدك تبدأ التركيز والمذاكرة، ما تفوتش كتاب الكود الياباني للتركيز والمذاكرة، والحق خصم 60% لأول 100 بطل. ده مش مجرد كتاب عادي، ده لأول مرة في الوطن العربي الكورس بيشرح نظام 14 يوم اللي هيغير حياتك حرفيا، وإدارة الوقت، وإزاي تتغلب على إدمان الهاتف وتستغله صح، وأساليب الحفظ اليابانية. تغيير مفاجآت حصرية جوه الكورس لأول مرة في الوطن العربي كله. دلوقتي هنتكلم عن الحلول والعادات. 1. قسم حلمك لأهداف صغيرة. بدل ما تفكر في حلمك كل مرة واحدة، اكسره لخطوات يومية واضحة. 2. ابدأ يومك بخطوة صغيرة، حتى لو 10 دقايق كل يوم، المهم ان انت تستمر. 3. سجل تقدمك كل يوم، شوف انت عملت ايه حتى لو حاجة بسيطة، ده هيخليك متحفز اكتر. 4. واجه خوفك من الفشل، كل فشل تجربة جديدة، ما تخليش الخوف يوقفك. ولو حابب تعرف اكتر عن الفشل، هسيب لكم حلقة مهمة جدا في اول تعليق مثبت. 5. اتعلم تقول لأ للمشتتات، ركز على اللي فعلا هيوصلك لهدفك. 6. احتفل بالإنجازات الصغيرة، كل خطوة ناجحة خليك فخور بيها، وده اللي بنحاول نشرحه في قناة مايندفول، وهو بناء عقلية 1%. 7. مارس عادة القراءة والتعلم اليومي، حتى لو 15 دقيقة يوميا هتفرق جدا في تطوير نفسك. 8. حافظ على صحتك، جسمك وعقلك مرتبطين ببعض، النوم والأكل والرياضة كلها بتقوي تركيزك. 9. تواصل مع ناس ناس عندها نفس الهدف أو سبقوك، ده هيديك إلهام وأفكار جديدة وهيساعدك بطريقة ما تتخيلهاش. 10. ابدأ فورا، ما تستناش اللحظة المناسبة أو اللحظة المثالية مش موجودة، المهم إن انت تبدأ خطوة صغيرة دلوقتي، هي دي اللحظة المثالية والمناسبة فعلا. لو حابب تمشي خطوة زيادة وتسبق كل اللي حواليك، فانت أكيد محتاج كورس المذاكرة والتركيز بالنظام الياباني، اللي هياخدك في رحلة لمدة 14 يوم، وهتلاقي فيه مفاجآت حصرية. والنظام ده لأول مرة في الوطن العربي، هسيبه لكم في الديسكريبشن وفي أول تعليق مثبت.